عمرك ركبت إطار فاضي بعد نص الليل؟ لو جربت هتفهم إن في مقاعد مش بتستناك تقعد، هي اللي بتختارك. القصة عن رامي، شاب راجع من سفر طويل ملحقش آخر ميكروباص، فقرر يركب الإطار اللي بيعدي في المحطة الساعة 12:30 بالليل. المحطة كانت مهجورة تقريبا، غير عامل عجوز قاعد بعيد وعينيه مركزة على رامي بشكل غريب. لما القطر جه كان صوته مخيف وسط السكون، والأنوار فيه واطية كأنه قطار قديم اتسحب من بطن الأرض. رامي ركب ودخل عربية شبه فاضية، قعد جنب الشباك، لكن بعد شوية حس إن في عيون بتبص عليه. بص حواليه لقى ركاب قاعدين في الكراسي البعيدة ساكتين تماماً، مش بيتحركوا مش بيكلموا، بس عيونهم ثابتة عليه. أول ما القطر اتحرك النور ومي شوية وطفى، ولما رجع الكراسي اللي كانت فاضية بقت مليانة ركاب بوشوش باينة نصها بس، كأن النور رافض يكشف ملامحهم كاملة. رامي بدأ يتوتر لحد ما شاف مشهد خلاه يتجمد. الراجل اللي قاعد قصاده كان شبهه بالظبط، نفس الملامح نفس اللبس، لكن عينيه سودة ومبتسم ابتسامة باردة. الإطار فضل ماشي، بس رامي لاحظ إن المحطات مش بتظهر، كأن القطر داخل نفق ملوش نهاية. وصوت المذيع الداخلي أعلن: المحطة الجاية نهايتك. رامي أول ما سمع كلمة المحطة الجاية نهايتك قلبه وقع من الخوف. بص حواليه لقى كل الركاب بيبصوا عليه في نفس اللحظة، بنفس الحركة، بنفس العينين السوداء. العرق نزل من جبينه، حاول يقوم ويجري ناحية باب العربية، بس الباب ما بيفتحش. شد فيه برجليه وإيديه، الباب واقف كأنه ملحوم. رجع يبص وراه، الكراسي كلها فاضية، إن الركاب اختفوا في ثانية إلا شخص واحد اللي شبهه بالظبط كان لسه قاعد قصاده، بس المرة دي ابتسم ابتسامة عريضة جدا، وكأن وشه بيتشقق من الابتسامة. الصوت الداخلي رجع، لكن المرة دي جه من فوق راسه. المحطة وصلت. الإطار وقف فجأة، صوته صرخة حديدية والنور كله طفى. رامي حس إن الأرض تحت رجليه بتتهز، ولما بص من الشباك ما كانش فيه محطة، كان فيه ظلام كامل. وبعيد جدا كان فيه أضواء صغيرة زي شمع متوهج حوالين قبور. فجأة الشخص اللي شبهه قام من مكانه وبدأ يتحرك ناحيته ببطء، صوته مبحوح: أني هنا بقاله سنين وجاي دلوقتي دورك. رامي حاول يرجع ورا، بس الكرسي اتسمر في ظهره كأنه مسكه. حس نفس بارد في ودنه بيقول: محدش بيركب القطر ده بالصدفة، انت اللي اتخطرت. وآخر حاجة شافها قبل ما النور يختفي تاني وشه هو نفسه ماسك رقبته. النور رجع فجأة، بس ما كانش نور القطر. رامي لقى نفسه واقف في محطة قديمة جدا مهجورة، الحيطان متشققة والأرض مليانة تراب وورق متآكل. مفيش أي صوت غير صوت صفارة قطار بعيد. بص حواليه مفيش حد، بس كان في لفتة معدنية صبية مكتوب عليها: المحطة الأخيرة، دخول بلا عودة. رامي بدأ يتحرك ببطء، كل خطوة صداها بيرجع ميت مرة في المحطة. لكن فجأة سمع صوت خطوات تانية، التفت بسرعة، لقى الركاب اللي كانوا معاه في القطر واقفين على الرصيف، لكن المرة دي كلهم ملامحهم باهتة، وشوشهم مش واضحة زي أشباح. واحد منهم مد إيده وأشار له ناحية باب مظلم مكتوب فوقه: خروج. رامي جري بسرعة، بس لما فتحه لقى نفس القطر اللي كان راكبه واقف قدامه. الأنوار جوه القطر منورة، واللي قاعد على الكرسي اللي قصاد الباب كان رامي نفسه، مبتسم ابتسامة أوسع وأكتر رعب. الصوت جه من كل ناحية: محدش بيهرب من الرحلة. وبعدين الباب اتقفل بعنف، والقطر بدأ يتحرك تاني.